سلام، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. نيجي نقرا بعض الكومنتات اللي دائما تسعدنا. يعطيكم ألف عافية، خلال 14 ساعة وصلنا 300 مشاهدة، الله يسعدكم دنيا وآخرة. 125 لايك. مهند أحسك تعاني من ناحية الراحة والجية جدة الطايف وما تحس بملل إنك ساكن لحالك؟ أكيد إني بعاني، بس من ناحية إنه مثلا إني أمل يعني لحالي كسكن لحالي، يعني مثلا لها إيجابيات لها سلبيات. يا شباب روحوا كل مقطع اكتبوا عائلة المهند. ايش الاشياء الجميله دي يا عائله مهند؟ وين شركه يوتير عنه؟ والله لو دعموه وصارت عنده مشاهده كثير متاكد انه ناس كثير راح تحبه. اهلك جميلين يا مهند ما شاء الله. اول شيء مره شكرا على الكومنت حقك اللي كان مره جميل، محمد الشهري، الله يسعدك. ثاني شيء بالنسبه لشركه يوتير، انا ما اعرف ايش الشروط اللي هم طالبينها، ماني عارف ايش الشيء اللي يبغوه مثلا من الشخص اللي يقدم دائما في اليوتيوب، لكن نسوي اللي نقدر عليه ان شاء الله، واهم شيء انتم. شكرا لك يا صاحب هذا الكومنت جي اكس، الله يعطيك الف عافيه. حمله توصيل مهند 50,000. حمله توصيل مهند 50,000، مرة شكرا، الله يسعدكم دنيا واخرة. عشان اكون صادق معاكم، يعني اشوف انه ما شاء الله تبارك الله عددكم كل ماله بيزيد، التحفيز عندكم كل ماله بيزيد، الكومنتات كل ماله بتزيد، اللايكات برضه كل ماله بتزيد. صح انها قليل في عين الاخرين، بس بالنسبة لي والله العظيم مرة كثير. شكرا مرة شكرا. وقعدت اقرا على اغلبية الكومنتات. الحمد لله على سلامة امك يا مهند، الحمد لله على سلامة امك، الله يسلمكم جميعا. بليز انشروا في الواتساب، بليز انشروا في السناب. والله العظيم مرة شكرا، قسما بالله شكرا من القلب. اجواء جدة اليوم ما شاء الله تبارك الله، هوا ونسمة جو كذا حلوة. لما اكون في الطائف اقول اني طفشان وودي اني اجي جدة عشان اطلع، ولما اوصل جدة ما ادري من اساس وين اطلع، يعني امرك محير يا مهند. خوفي الوحيد دائما انه المحتوى اللي دائما انزله انه ما يعجب البعض. ليش ما يعجب البعض يا مهند؟ لانه ممكن انه انا انزل اشياء تخص مثلا اهلي او شيء زي كذا، انا اسجلها بالنسبة لي كذكرى، وانتم تشوفونها كمثلا اعجاب او مثلا محتوى قاعد تقدمه في اليوتيوب كويس. نبذة بسيطة عني، أنا ماني من الناس اللي أستخدم السوشيال ميديا باختصار في شيء مثلا غير هادف، أو إنه مثلا ينتهي فيني في نطالب في القبض على مهند. لا أنا ما أبغى زي كذا، أنا أبغى يا إنك أنت تدعي لي وأنت قاعد تتفرج، وأهلك وأخويانك وكل اللي تحبهم يتابعوني ويدعوا لي بالخير وكل حاجة، أو إنه بلاش يا مهند تكون في اليوتيوب عامة. من شروط أبوي إنه لازم البزورة يرجعوا يناموا بدري. ليش؟ لأنه بكرة مدرسة، فعشان بكرة مدرسة يا ويلك يا مهند ما تجيبهم من النادي بدري، يا ويلك. وهذه أول واحدة ميمي. لازم فلوق جديد. فلوق جديد. وين ملف؟ عبادك. ملف فين؟ ملف دحين. يلا يلا ملف، يلا. تن 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 تن. من وين داخلة؟ يلا تبون نروح البقالة؟ ايوه بقالة قبل البيت. النجمة. النت عندي انتهى، ولاني عارف للأمانة كيف أجدده وإيش الإجراءات اللي لازم الآن تصير، لأنه اللي سمعته إنه ما في الآن باقة مفتوح، فماني عارف هل هو إنه 300 ريال وباقة مفتوحة ولا إيش بالضبط، لأنه شريحة البيانات حقتي تعتبر زين. بسم الله الرحمن الرحيم، بغى الوقت تدخل علينا. إيش بك يا ميمي؟ ها؟ الوايت انت ايش تسميه؟ ولد. الوايت ايش اسم الوايت يا ميمي؟ ايوه 7. ها؟ ايش فيك قاعد تلعبي كذا؟ الوايت ايش اسمه؟ ها؟ ما انت بتقولي يعني مستحي من الكاميرا؟ وصلنا النجمة. خلينا نستنى هذا يطلع عشان ندخل مكانه. قبل لا تنزلوا النجمة الآن أنا بتحدى معكم تحدي. قولوا لي ايش هو؟ ما بعرفش. ما بتعرفيش؟ الحبب. لا مو الحبحب، لا. أتحدى أي واحد منكم يشتري حاجة مفيدة واحدة بس. أنا أقدر أشتري قدام. وأنت يا ميمي ميلاف؟ شيء مفيد أنا أشتري. طيب نشوف. اضغط الأزرار أسود. ايوه شاطر. يلا. حبيتي ماما. هاتي يدك.
يلا وروني وين المفيد. الشيء المفيد. ها؟ حليب مفيد صح. هذا الحليب، يعني انت دحين تقنعني تشتري هذا دحين؟ لا ها مفيد. طيب ايه مفيد يعني بتشتريه كله كذا؟ لا. ايوه انت ايش همبرجر مفيد. همبرجر مفيد. بيتزا. لا بقول لك شيء مفيد. نقد دجاج الملح. هذه مفيدة. دجاجة. ايوه. مين يطبخها؟ الصدر فيه. شوفوا هذه. لا تستهبلوا من جد، ايش المفيد؟ كبدة. صدر. كبدة. ها تبقى ايش المفيد؟ يا اخي اقول لك يلا ها خليها. ايوه جيبي. لا خلي هي الحالة، خليها. ها بسرعة، هيا جيبي. هاي جيب له هو يا منار، جيب له هو. يلا اعطيه هو. ايوه. ناخذ افضل حاجة بالنسبة لنا هذا. انت اعرفك يا ميمي تحب الكدريد والبيبسي والاشياء هذه صح؟ هذا ما في موسيقى. ها حتى بس ما في بمبي. ما في بمبي. طيب هذا ممكن زيه ذا. هذا احمر. بالله دقيقة ميمي، عيد ميلاف، عيد اللي قلتيه قبل شوي. هذا ممكن سكر. ايش التفكير هذا؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ ليش؟ شوف ممكن مشروب. هذا صبري لوس. عندي. لا كله مع بعض. كمرة تعالى انا واجي ما فاهم. انت اللي كنت برا، انا جيت من قبلك هنا. يا شيخ اقول بس عشان طيب جيبي كيس من قبل. رجعنا البيت تفاجأنا انه عمي جاي في الطريق، فمعناته عندنا ضيوف، فمعناته لازم نكنس المجلس عشان امي لا تعصب علينا ولا تزعل علينا ولا اي حاجه. نكنس لك بعد العين. كن سريع وحذر. جبنا التمر، جبنا الطحينية، اللبنية، والله نسيت ايش اسمه هذا الفناجين. نستنى الضيف. اخيرا الدلة. بسم الله. نضطر انه ننزل الكاميرا الين ما يروح الضيف وكل حاجة، وبعدين نرجع نصور لكم. يعني خلينا نقول يوم السبت يعتبر يوم عائلي. انا ومنار خلصنا من الضيوف الحمد لله. انا ومنار الان عندنا تدليك النحاس عشان الماما تعبانه شويه يعني، فقلنا نقدر نخلص بسرعه. هو طبعا قاعد يقول لكم يا رب نقدر نخلص بسرعه لانه مره كثير للامانه. شوف هذا كوه. طيب نقول بسم الله. شغل الموتور. بسم الله الرحمن الرحيم. كسرنا شيء؟ لا حاز الله. والله صوت ترضب. لا اشوى. ما كسرنا شيء. يا ويلنا. كويس. شهر خليه يطلع هنا. خليه يمسك. شوف خذ لك. الحمد لله انتهينا من النحاس وكل حاجة. بس بتكلم في نقطة، في ناس منكم عارفين ايش معنى الثناء وفي ناس منكم مو عارفين الثناء. الثناء اللي هو تثني على شخص معين سوالك مثلا شيء معين انت حسيت انه يعني متعب شوية. يجي في الاول دائما وابدا الاهل، بعدها الزوجة، بعدها اخويانك، الناس اللي تعرفهم، خلينا نقول لك ممكن حتى معرفة سطحية. يعني جاء مثلا شخص جاء ساعدك في حاجة، وخصوصا في البيت، وانا اتكلم كذا حطها بين قوسين، البنات بالذات اللي يشتغلون دائما في البيت والله قاعدين يتعبون مرة كثير. وانا بقول ذي كلمة ليش؟ لانه بعض الاحيان انا اشتغل من يوم ما اني كنت صغير وانا اشتغل وانظف الحمامات وانتم بكرامة مع الوالدة وكل حاجة، وانا حاس قديش هذا الشيء متعب. يأسفني اقول انه كثير برضو من الشباب
شباب انه كلمة الثناء هذه والشكر ويعطيك العافية وتسلمين ومن الكلام، كلمتين على بعضها ممكن تغير من نفسية 1000 شخص وشخص انت تعرفه. بس اللي يأسف اكثر انه ممكن الكلام هذا ما يقوله الا للانسان اللي بتكون زوجته، واذا حتى قال لزوجته هذا يعني عند بعض الشباب تحسه زي اللي كلمة مستحيلة كذا، خصوصا ذا الجيل الان يعني في منهم شوية. فدائما الثناء والتقدير إذا كان موجود في كل بيت، معروف إنه كل بيت فيه له مشاكل، كل بيت ما يخلى من مشاكل، ما يخلى من الأمور هذه كلها، لكن إذا اجتمعت هذه الأمرين صدقني أغلبية البيت بيكون على راحة. ولا نكون إحنا من الناس اللي مثلا إذا شفت أخوي الصغير اشتغل وانكرف وكل حاجة أقوم أنا أقول بيني وبين نفسي خليه يشتغل، لأنه أنا لما كنت صغير أنا كنت أشتغل أكثر منه. لا، كذا غلط، والله العظيم كذا غلط. كلمتين على بعضها ممكن تغير من شخص، يخليك أنت في عينه أفضل شخص عرفه في ذا الكون كله. أقول لكم شيء على سبيل المثال، تعال هنا يا منار. يعطيك العافية إنك ساعدتني على النحاس. عفوا. مبسوط؟ مبسوط؟ إيه. ها؟ إيه. ها. أقرب مثال، لأنه كلمة الشكر تخلي الواحد يسوي حاجة وهو راضي عنها، ما تحس إنه الواحد قاعد يشتغل وكأنه متذمر من هذا الشيء. الآن عندنا البرادة هذه اشتريناها جديدة، فالآن نبغى نحطها في السيارة، بس المشكلة السيارة حقتي باب واحد، ما أدري إن كانت تدخل ولا لا. قفل الباب يا جدع. منار يعطيك العافية، يعطيني كفك. شكرا شكرا انك شلت الجزمة. طيب يلا عشان ما تزعلي. وش اسمه انا شلت الجوالات حطيتها في السيارة عشان ما تسخن. ايش يعني اقول لك شكرا كمان؟ يلا كمان شكرا، هاتي كفك. الان نبى نودع الوالدة قبل ان نمشي على الطايف، ومنار قال انا اللي بنهي الفلوق، فمعناته النهاية حقته بسجلها الان، لكن اذا جيت سويت المونتاج ابى احطها في النهاية. نسينا أهم حاجة واللي هي الموية. عندي لازم قبل أي خط لازم موية لازم. وصلنا الطائف الحمد لله، بس بنتكلم في شيء قبل لا ننهي الفلوق. والله العظيم ماني عارف من وين ابدا ولا من وين انتهي، لكن طيب الكومنتات اللي شفتها على اخر فلوق والله العظيم يعني افرح، بس في نفس الوقت ازعل اكثر، لانه اغلبيه العالم اللي قاعدين يحطوا في الكومنتات يا مهند ودنا نسوي حمله لك على اساس انه مثلا نوصل لل50,000، يا مهند انت مثلا مظلوم من ناحيه المشاهده، يا مهند انت يعني. على قد ما اني انا افرح في الاشياء هذه وعلى قد ما اني انا ازعل. انا الان زي ما يقولوا قاعد اعطيكم كلام من صميم القلب. اول ما بديت السوشيال ميديا بديتها في اليونا، ولما بديت في اليونا وكان على اساس انه ترفيه ما ترفيه، لما لقيت ناس اقبلوا على الفيديوهات اللي كنت دائما انزلها والبثوث زي ما يسموها في البرنامج، فقلت يا مهند ليه ما تخلي المحتوى اللي انت دائما تنزله شيء يسعد العالم وشيء في نفس الوقت يستفيدوا منه وكل شيء. يعني عشان اوصل لكم فكرة، وجودي الان في اليوتيوب انه عشان اسعدكم، مو عشان مثلا انه انت والله تشوف مهند مظلوم من ناحية المشاهدة تقوم انت تزعل تتضايق الكلام هذا كله. وجودك يحفزني، لما تحط لايك يحفزني اكثر، كومنت برضه يحفزني اكثر. اذا ما عندك كومنت دائما، وخصوصا انك انت تتابع فلوقات المهند، اكتب مثلا لا اله الا الله، سبحان الله، اذكر الله، اكتب اي حاجة، حتى لو ما عندك كومنت، حتى لو ما عندك اي شيء، بس لا تكتب شيء سلبي، لانه وجودي بس عشان اسعدك يا بعد العين. اللي المفروض معنوياته تنزل هو انا، انه انا مثلا اطالع كذا بيني وبين نفسي اقول 10
فلوقات انا نزلتها 1117 مشترك، والله العظيم مره قليل، بس بيني وبين نفسي قاعد اقول كل بدايه مليون الصفر، كل ما نكست المعنويه عندكم كل ما نكست عندي انا، لانه من تحفيزكم انتم انا كل مالي بستمر 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 ان شاء الله اني حتى ما اوقف. واباكم دائما وابدا تتذكروا انه قدره الله فوق كل حاجه، دائما 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 عشان احفز نفسي اقول قدره الله فوق اي حاجه، ما جات مشاهده قدره الله، ما حصل شيء مثلا انا اتمناه قدره الله. وثقوا تمام الثقه انه النيه هي اهم شيء في ذي الدنيا، متى ما اخلصنا النيه متى ما رب العالمين كتب لنا الخير على الشيء اللي احنا نتمناه بعون الله، ونرجع نقول قدره الله فوق كل شيء. احبنكم، اشوفكم على خير في فلوق جديد بكره بعون الله. استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه. ما نبى نقول الوداعيه لانه الوداعيه عند منار. انا امسك الكاميرا؟ طيب يلا ها يلا وصلنا نهاية الفلوق، لا تنسوا اللايك والاشتراك المفضلة. ايوه واستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم.